اهلا وسهلا بيكم. احنا علشان نفهم يعني ايه معنى كلمة كسل وظيفي في العين او العين دي فيها خمول، لازم نعرف ان العينين الاتنين هما بيستقبلوا صورة ويرسلوها للمخ. يعني احنا مش بنشوف بس بعينينا، لا، المخ هو فعليا هو اللي بيستقبل الصورة النهائية من العينين الاتنين. وبالتالي علشان المخ يستقبل صورتين الرؤية فيهم كويسة ويبدأ يدمجهم بحيث انه يبقى يحصل على رؤية ممتازة لمجال الرؤية حوالينا، وكمان ان هو بيبقى فيه فروقات بسيطة قوي بين الصورة اللي مبعوثة من العين اليمين والصورة اللي مبعوثة من العين الشمال، بحيث لما المخ بيحطهم على بعض ويدمجهم بتحصل انت على رؤية اللي هي بيسموها الرؤية ثلاثية الأبعاد اللي احنا بنشوفها في الوضع الطبيعي. يعني الرؤية ثلاثية الأبعاد دي مهمة في حاجات: عمق الأشياء، تحديد المسافات، حاجات كتير. يعني تاني حاجة، الرؤية لما بتكون كويسة في العينين الاتنين انت بتحصل على مجال رؤية أوسع. انت شايف بالرؤية المركزية هي دي اللي ليها حدة الرؤية، لكن كمان مجال الابصار بتاعك كبير جدا، بحيث مثلا وانت سايق انت مركز في الطريق قدامك وشايف العربيه اللي قدامك، لكن لما حد بيجي يتحرك هيعدي الطريق بيجي في مجال رؤيتك. لو انت رؤيتك طبيعيه بيجي في مجال الرؤيه من هنا او مجال الرؤيه من هنا. اذا المخ بيدمج صوره العينين الاتنين، وده في الوضع الطبيعي عن طريق كذا مسار عصبي. يعني الصورة بترسل من العصب البصري ثم بتخش في مسارات عصبية متعددة لحد ما المخ توصل له. فموضوع الكسل هو نتيجة ان المسارات العصبية بتاعت عين واحدة المخ ما عادش بيستخدمها. يعني عين من العينين الاتنين في سن تطور المخ وتطور مسارات الرؤية بدأ تبعت صورة مزغللة، فبالتالي المخ بدأ يهمل المسارات العصبية بتاعة العين دي. طب أهم أسباب اللي بتؤدي إلى هذا الكسل زي ما احنا لسه قايلين اهو دلوقتي: عيوب الإبصار، خاصة لو في فرق في الدرجات بين العينين الاتنين. يعني مثلا العين دي فيها قصر نظر درجة واحدة والعين دي فيها قصر نظر 4 درجات، توقع بنسبة كبيرة ان العين دي فيها كسل. ليه؟ بتبعت للمخ صورة مشوشة ودي بتبعت للمخ صورة مظبوطة، مش عارف يدمجهم مع بعض، يبدأ ياخد الصورة دي ويهمل دي، فالمسارات العصبية بتاعت العين دي بدأت تبقى ضعيفة جدا. تمام؟ تاني سبب غير موضوع عيوب الإبصار وفروق الانكسار بين العينين هو ان تكون في نسبة حول. يعني من ضمن في بعض انواع الحول بتظهر في سن الطفولة المبكرة، يا اما العين دي داخله لجوه يا اما العين دي طالعه لبره. فمركز الرؤية هنا جايب صورة ومركز الرؤية هنا جايب صورة تانية خالص. يعني عين شايفة الباب والعين التانية شايفة شباك، المخ مش عارف يدمجهم، مش عارف يحط الباب على الشباك. طب يعمل ايه؟ يشوف العين الأقوى اللي هي مثلا ولتكن هي اللي شايفة الباب، الصورة التانية أنا هقعد أهمل في المسارات العصبية بتاعتها لأن مش عايز ألخبط نفسي، مش عايز أشوف صورتين متركبين على بعض أنا مش عارف أدمجهم، مش عارف أحصل على الرؤية اللي هي إيه اللي بالعينين الاتنين اللي هي اللي بيسموها باينوكولار فيجن، يعني أو اللي هي الرؤية اللي هتبقى هي ثلاثية الأبعاد وليها جودة مميزة يعني. يبقى ده تاني سبب وهو الحول. تالت سبب بقى ان العين الكسلانة دي يكون فيها عتامة. العتامة دي على القرنية مثلا، او يكون في عتامة على العدسة يعني مية بيضة، او عيب في الشبكية. انت مطالبين ان احنا نصلح هذا العيب
لكن بعد ما صلحنا هذا العيب، شلنا المية البيضاء مثلا للطفل دوت، هنلاقي عنده في نسبة كسل، لأن العين دي ما كانتش بترسل صورة كويسة، فبالتالي المخ برضو أهمل المسارات العصبية بتاعتها. يبقى إذن أسباب الكسل وعلاجه هنا في المخ وليس في العين نفسها. ده الفيديو ده هيخلينا نخش في فيديو تاني نعمله إن شاء الله، وهو إمتى إزاي هنعالج الكسل، وإمتى المفروض ان احنا نكشف على عيون الاطفال وعشان نكتشف وجود هذا العيب او وجود عيوب الابصار عموما في عيونهم، وازاي نصلحها. وبشكر حضراتكم جدا.